مشاهدي قناة ياقوتة تيفي، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد المسلسل او السلسله اللي دارت ضجه في هذا رمضان. مسلسل ديال المكتوب، اللي كيف ما قلت لكم دار ضجه مؤخرا، ولاو كيخرجوا بزاف ديال الاشاعات وديال التسريبات. ولكن اليوم حنا غادي نعطيكم في ياقوتة تيفي الحقيقه الأكيدة اللي غادي تشوفوها في الحلقات المقبلة أو لا في الحلقة الأخيرة. خصوصا اليوم غادي نهضروا على الحلقة الأخيرة، فاللي باغي يعرف الأحداث المقبلة شنو غادي يكون فيها يتبع الفيديو ديال هذا النهار. فباش ما نطولش عليكم غادي نبداو بالباتول. باش تفهموا غادي نمشي لكم درجه درجه وما غنطولش عليكم. غنبداو بالباتول. هاد الهضره كامله وهاد الاسرار وهاد الحقائق اللي غادي نقول لكم اللي غادي تكتشفوا من بعد الباتول عارفاهم دقه دقه، عارفه لي ديتاي هادشي علاش جابت زهره وميلود الفيلا، غير باش ماشي هي اللي تفرشهم، هي بغات تفرج فيهم وتشوفهم شي كيفرش شي. وبصح لعبتها كيف كيقولوا صح. هادشي اللي غادي يوقع، زهرة وحليمة غادي يتفارشوا غير بيناتهم. علاش؟ لانه زهرة او الحليمه هي الاولى غادي تفرش زهرة على اساس على ان هذاك ماشي ولدها، فالاخرى ما غاديش ترضى حتى هي وغادي تفرش حليمه. واخا على انها زهرة في الاول النيه ديالها ما كانش على انها تدخل في هذه المشاكل، لانها عارفه هي فاش جات الفيلا، راها عارفه هاد السر على ان هند ماشي بنت حليمه وماشي بنت الميلود، لانها حاولت ماشي مرة ماشي جوج على أنها تولد مع ميلود زهرة، ولكن قالوا لها في الفحوصات وكل شيء على أنه ميلود ما كيولدش. فلهذا عرفات على أنه هند عمرها ما كانت بنت ميلود. وغادي تنبش واحد شوية حتى غادي تعرف تفاصيل ديال على أنه هند ماشي بنت الميلود وماشي بنت حليمة. وهاد الأسرار أو هاد السر اللي كانت مخبية حليمة من الصغر ديالها مع محجوبة غادي يتفرش وغادي تعيق به هند وغادي يعيق به ميلود. وهادشي كيف قلت لكم الباتول راها في راسها كل شيء، اي حاجه من هادشي راه في راسها. فقط كانت كتسناهم كما قلت لكم على ان هما اللي ينوضوا الحرب بيناتهم والمشاكل بيناتهم. فباش نخرجوا من شخصيه الباتول في الاخير غيجيها واحد المرض خايب. هادشي اللي غادي يكون بالنسبه للباتول، واخا غادي تتفرج وغادي توصل لداكشي اللي بغات، ولكن حتى هي غادي يجيها واحد المرض خايب. اما زهره وحليمه كيف ما قلت لكم فغيتفرشوا مع بعضياتهم. زهره تفرش حليمه وحليمه غتفرش زهره. والميلود غادي يعرف على ان هند عمرها ما كانت بنته، هند كذلك تعرف عمر انها ما كانتش بنت حليمه وبنت الميلود، وغادي يبقى فيها الحال. هادشي اللي غادي يخليها نرجعوا للهضره اللي كيقولوا بزاف ديال الناس على ان هند غادي تنتحر. فلهاد السبب هند غادي تنتحر، لانها غتعرف على انها ماشي بنت حليمه وماشي بنت ميلود. وغادي تجمعهم كاملين وغتقول لهم الحقيقه، غتقول لهم ها شنو درنا وها شنو درنا وها شنو درنا. غادي تدور في فاطمه تقول لها صحيح كتحسبيني بحال اختك، ولكن انتي فقط كنتي كتبغي عمر الصغير وما كنتيش عمرك ما فكرتي في مصلحه العائله، لانك انتي خبعتي هاد السر معانا. وعلى ان عمر صغير خديناه من الخيريه. وغادي تقول الحقيقه الكامله. عاد غادي تنتحر وغادي تنتحر قدام عينين الام ديالها حليمه، اللي هي قالت لها على انه انا هي الام ديالك، لان انا هي اللي ربيتك. وحتى هي غتعترف انه بصح جبتك من الخيريه، ولكن ربيتك وكبرتك ودرت كل ما في جهدي وخدمت اي حاجه باش نكبرك وباش نعطيك داكشي اللي بغيتي. المهم هاد الهضره ما عندنا حنا بها اغراض. المهم في الاخير هند للاسف غادي تنتحر. فهادشي بزاف ديال الناس اولا الجماهير اولا المتتبعين ديال هاد السلسله عارفينه، لان خرجات هذا الخبر خرج على ان هند غادي تنتحر. ميلود غادي يبقى طبعا مصدوم في حليمه، لانه هو عند راسو راه بصح هند بنته، ولكن هند تلومو حتى هو تقول له صحيح ما كنتيش عارف انت بحالي بحالك، ولكن واخا هكاك سمحتي فينا لمده 20 عام. يعني كنتي واخا هكاك كتعتبر انني انا بنتك، وحليمه راها الزوجه ديالك حليمه، واخا هكاك سمحتي فيا 20 عام، يعني تا هو تحملوا المسؤوليه. اما بالنسبه على من مازال ما هضرناش على فاطمه. ففاطمه فاش غادي تشوف هادشي كله تفرش واللي غادي تزيد تاكد
هذا الموضوع ديال على انه عمر الصغير ماشي معطاوي 100%، هي الام ديالو اللي تخلات عليه فاش ولداتو وعطاتو المحجوبه باش تعطيه محجوبه الحليمه. ايه، هذيك هي اللي غادي تجي وغادي تفرش كل شيء، غتقول لهم انا بغيت ولدي، حيت عرفات عندهم الفلوس وعرفاتو عايش مزيان وعرفات كل شيء، غادي تجي وغدير لهم الشوهه قدام كل شيء وتقول لهم بغيت انا ولدي. بصح انا هذا الولد تفرطت فيه فاش يلاه تولد، ولكن دابا رجعت موراه بغيتو. فاطمه بصح تجيها الصدمه وغادي تلوم دريس، غادي تقول له انت اللي نبشتي في هذا الشيء وانت اللي عيطتي لباتول باش ترجع. المهم تحملوا المسؤوليه وغادي تبغي صافي تفارق معاه وكل شيء، ولكن هو غيحاول يقنعها يقول لها داك ما عمرو كان ولدك وعمرو ما يكون ولدك، واجي ماشي مشكل، انا ماشي ضد فكره اننا نربيو ولد واحد اخر بشرط اننا نقولوا له الحقيقه، عفوا نقولوا له الحقيقه باش ما يديرش ما دارت هند الحليمه. وفي الاخير فاطمه غادي تبقى كتشوف حتى كتشوف وغادي تقبل الامر الواقع، فتعرف على ان داك عمر عمرو ما غيكون ديالها، وجات موراه وهاد الكذبه هي طيقاتها للاسف. ولكن في الاخر غادي تفيق من هذا الحلم اللي كان، هذا الحلم اللي حلماته وما عمرو غادي يتحقق لها، وغادي تقتنع كيف ما قلت لكم بالهضره اللي يقول لها دريس على انه تربي ولد واحد اخر وتقول له الحقيقه هي ودريس. على من مازال ما هضرناش كيف ما قلنا. اما حليمه كيف ما قلت لكم فالصدمه ديالها هي ان غترجع للفقر وهند بنتها غادي تموت واللي رباتها. اما محجوبه فكيف ما كنشوف في حلقات كلشي كيتجارى موراها، ولكن ما غتقول حتى شي حاجه لان حليمه هي الاولى غتوصل لها وغادي تعاود لها كلشي وغادي توصيها. ومحجوبه مشاركه الطعام مع حليمه ما تقدرش تخونها و واصلا عارفه هاد السر ديالها على ان هند ماشي بنتها، لان حتى هند تخدات من نفس الخيريه اللي عطاتها منه آه عمر الصغير. فما غاديش تفرشها، ماشي محجوبه اللي غادي تفرشها، كيف ما قلت لكم الام ديالو هي اللي غادي تنوض وغادي دير لهم الشوهه وغادي تبغي عمر وولدها. كذلك الصدمة الأخرى الحليمة هي الصديقة ديالها المقربة اللي كانت كتعتبرها اختها ومخلياها واقفة لها على الشغل وواقفة لها على الخدمة وواقفة لها على كل شيء. فغادي تكتشف على ان هي اللي كانت كدير داك الشيكات وهي اللي كتجمع الفلوس على ظهرها وكتشفرها. فهذه غتكون حتى هي الصدمة ديالها، يعني حليمة في الأخير ترجع للزيرو، لا هي ببنتها لا هي بالفلوس لا هي بحتى شي حاجة، حتى صديقتها كتشفرها لا هي بميلود. فميلود كان كيف نقول لكم يكون حاير ما بين حليمه وما بين زهره، ما غادي يبغي لا يفرق حليمه لا يفرق زهره. حليمه غادي كي قلت لكم غادي دابزيه وزهره تقول راه كيبغيني انا وما كيبغيكش انت تتزوج بك غير على قبل الوراق، ولكن تيقوني النهايه تكون مأساويه.